وقعوا خارج. طبعا انا حسيت ان دي مصيبه هتحصل، قلت لا لازم اجيبه، رحت داخل جري لقيته مزنوق، شدته جامد اتاريني بقلع واحد بتاعه، خدت بتاع الراجل وجريت وهو ورايا، لفينا 3 اكفاء واللاعيبه نايمه على الارض من الضحك هيموتوا. المهم اللعيبه ازاي بوصلنا العمر يا مدحت انت؟ قلت لهم انا لافف 10 رتلات احسن منكم، انتوا لافين 7، انا عملت 10 يبقى انا احسن منكم. فقالوا لي طب ليه ما قلعتش اللي فوق حطيته تحت؟ قلت لهم محدش قال لي، انا لازم يتقال لي. طب ليه ما شاورتش الحجر؟ قلت لهم مش قلتوا بوسوا يا جماعه؟ الموقف الثاني معلش هطول دقيقه واحده، انا دايما في اي حته انا الزعيم، وطبعا اللاعيبه القدام كده عارفين الحاجات دي عني وكده. فهناك لما نيجي نصلي واحد امام هو اللي بيصلي، فانا زعلان ان ده الامام وانا لا. فساعه الاذان ما يدن المغرب اللعيبه دي تطير من الملعب تخرج تصلي يعني. فلقيت نفسي واقف انا واثنين لعيبه، قلت لهم ايه رايكم نصلي هنا المغرب؟ قالوا لي يا ريت يا كابتن. قلت لهم بس انا الامام. قالوا اتفضل يا كابتن. المهم بقول الله اكبر بصوت عالي قوي، راح الصوت ضارب صدى صوت في الملعب جامد جدا، وانا مش حافظ غير الفاتحه وقل والله احد، مفيش غيرهم اللي معايا. المهم كل ما اصلي الاقي ناس 100 واحد بقوا ورايا، انا قلبي ده وقع مني هموت، الناس دي كلها ورايا وانا ماليش في الحاجات دي قوي يعني. فقريت الفاتحه قل والله احد والله اكبر، قلت سبحان العظيم 3 مرات. في حاجه بقى بتقيم، ايه هي؟ نسيتها. ان افتكر ايه اللي يقيم ابدا، فين وفين بعد 5 دقايق قلت لهم سمع الله لمن حمده، افتكرتها. فجم بعد الصلاه يسلموا عليا يقولوا لي احنا بنشكرك انك بتتقن الصلاه. قلت له بتقن يا كلاب، مفيش حد يمليني. طبعا المواقف كتير قوي واحنا جايين مش عاوز اضيع وقتكم، هبقى لكم بكره كلكم تاني واحكي لكم الحكايات تاني كلها. انا بشكر كل حد اجى النهارده، وبشكر منى عبد الكريم برضو اللي جت النهارده، لان منى عبد الكريم دي اول مره تطلع في التلفزيون في تحليل مباراه. انا رايح احلل مباراه البرازيل وانجلترا، وانا البلدين دول انا رحتهم. فقالوا لي لا انت هتحلل اوكرانيا ومش عارف تشيكوسلوفاكيا، ولا اعرف اسم لعيب فيهم، ما اعرفش. دخلوني اوضه ضلمه، نمت. خلص الشوط الاول ندقوني يقولوا ايه رايك في الشوط الاول؟ انا ما شفتوش. قلت لهم الشوط الاول ايه رايكم انتم؟ بسال بقى منى وبسال مين المذيع اللي معاه، يقوموا يردوا هم، اقول لهم هايل برافو عليكم صح. وانا والله ما انا عارف ايه اللي حصل في الشوط ولا ايه. طب ممكن تعمل ايه انت عشان تغير نتيجه المباراه؟ قلت لهم انتوا تعملوا ايه؟ هم مش عارفين كمان يعملوا ايه. وحسام فرحات من ورا الازاز يعمل لي بايده كده يعني هايل، انا ما قلتش حاجه، هم اللي بيقولوا. والله فكانت يعني موقف وحش ليا قوي. وموقف تاني كمان هيقوموا يمشوا انا حاسس كده قلقوا. مش فاكرها. بيمليني حاجه الاستاذ محمد انا مش فاكرها لسه يعني. بس كانت مباراه في دور ال 16 النادي الاهلي والنادي المصري في القاهره، ورحنا هناك وكانت اللاعيبه مش كتير وكده، وجالي الحاج سيد متولي بالليل قال لي يا كابتن مدحت الفرقه مين بكره؟ قلت له ليه؟ وانت عاوز تعرفها ليه؟ قال انا رئيس النادي. قلت له اداري ولا فني؟ قال لي لا اداري. قلت له عاوز تعرفها ليه؟ فقال لي طب عشان خاطر اخوك سيد. اديته فرقه مش هتلعب 11 واحد، مش طلع المقصوره طبعا. قال لهم النهارده هيلعب فلان وفلان وفلان، نزلوا شاف اللعيبه قال الكلب بيدينا الفرقه غير الفرقه اللي بتلعب. المهم ان انا اتفقت مع اللعيبه ان اول ما ناكل جون نمشي نروح وادفع غرامه 2000 جنيه. المهم كذا جون بعد 5 دقايق من نص الملعب، قلت اجمع الفرقه، جم جري، الحكم قال لي ايه؟ قلت له اوف سايد. قال لي ايه؟
اوفسايد؟ قلت له اه اوفسايد، انا شايفها كده. خدت الفرقه ودخلت قعدت جوه، نزل بقى سيد متولي بجبروت وبقى خطف على الفاول. في ايه؟ قلت له ما تزعقش، عاوز ايه؟ قال لي انت خرجت ليه؟ قلت له جون اوفسايد. قال لي ايه؟ اوفسايد؟ قلت له ما انت من المقصوره، لو انت تحت هتشوفه. المهم قال لازم نكمل ولازم وصمم. شهدت عليه اللعيبه، قلت لو اتعبينا بقى قول بقى ضاع الماتش، هو اي حاجه بقى. نزلنا الماتش نقوم احنا نجيب جون، بقينا 1-1 نجيب احنا الجون الثاني. طلعت منصور طبعا انه حضر الكلام ده. هم اتعادلوا معانا بالعافيه، العب ضربات جزاء احنا اللي نكسب. تخيل نطلع الاهلي من دور 16 في مصر. المهم شالوني اللعيبه، بقيت احيي الجماهير، ونزلت اجوا الصحفيين بقى اللي حصل يا كابتن. قلت لهم اللي حصل حكم اهلاوي عارف، انا اخدت الفرقه دخلتها هديتها وغيرت الخطه، انا ولا نطقت كلمه طبعا. ونزلنا كسبنا الماتش. لقيت واحد ورايا بيقول لي مش انا قلت لك العب؟ بلف لقيته الحاج سيد. قلت له يا راجل ده انت قلت لي ما تلعبش وانا صممت العب. قال لي والله ما اجي معاك ماتش تاني خلاص. سعداء بكم النهارده والله يرحم حاج سيد، ونقرا الفاتحه على روحه لان انتم كيسين النهارده. يلا الفاتحه لحاج سيد. آمين. اللي بشكر خميس حضوره النهارده هو والشله بتاعته الجميله، حبايبي واخواتي واصحابي، ومحمود محرم البروتوكول بتاعي ده لازم يقدمني ويوديني ويجيبني. بحيي الحكم الدولي ممدوح دراز، لان لو ما قلتش انه موجود هتبقى جنايه يعني. وهو جاي معايا في الطريق، وكل ما اكلم واحد عاوز يكلمه. ها؟ وابو امين طبعا بحييه وبشكره انه اجا، وحمامه طبعا الزمالك والراجل محترم، وحسن جبريل من اسكندريه ده كل يوم بيكلمني لما طهقني في عيشتي. بس حبيبي يعني بحبه وبحب هو الحاج محمد يعني، حطه بيني وبينه. مش عاوز اقول اسامي بقى لان هزعل 3/4، لكن كل الناس اللي موجوده النهارده تاريخ، وتاريخ لبورسعيد جميل، وهم ناس محترمين كلهم، ويكفيهم استقبالهم ليا النهارده. الاستقبال ده بعد ما انا ربنا اكرمني وشفيت كمان، ويمكن الدكتور اللي كان بيعالجني من السرطان اسمه لواء دكتور محمود صلاح، هو اقرع الراجل، فهو قرعني برضه يعني، حلق لي معاه ما اعرفش ليه يعني، زعلني هو في الحته دي. وبقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ويا رب الحاج محمد يعمل لنا المؤتمر ده 2-3 كده. وبشكر طارق رضوان اخويا وحبيبي وصاحبي، المجموعه الشيك اللي موجوده، وبرضه عثمان اباظه ابوه كان ممثل عظيم قوي انا بحبه. يمكن نص الاسامي راحت مني، السرطان ضيعها يعني، بس انا هعرفهم الوقت تاني ان شاء الله. وبشكر اللواء طارق عمار محترم، واللواء ياسر سالم، وكل اللواءات اللي موجوده. في لواءات تانية غيرهم ولا؟ متشكرين. تفاهمي فين روح؟ موجود؟ بنشكركم كلكم، بشكر اللعيبه القديمه كلها، بس انا زعلان عشان شكلكم عجز يعني. انا لسه شويه متهيألي. انا ليا ابني كان عنده زحلفه 7 عندي وسافر كندا، فالزحلفه ماتت، فعاوزين يجيبوا زحلفه عشان ما يزعلوش الولاد، فانا بحلق دقني مديت رقبتي كده لقيت نفسي شبه الزحلفه، فقلت لمراتي لما الولاد يعوزوا يشوفوا زحلفه ابقى اروح انا اقعد معاهم شويه. فالحمد لله ان ربنا نجانا من السرطان، وكل سنه وانتم طيبين. وانا بحبكم كلكم والله، ما فيش حد بكرهه في اللي موجودين هنا ابدا، وعمرنا. ايوه اقطع يخلصوا. متشكرين يا كباتن.
شكرا للكابتن مدحت فقوسه، كان يتكلم على زميلتنا منى عبد الكريم. احنا كمان معانا النهارده 3 زميلات رائعات يعني كلهم اعلاميات متميزات غير منى عبد الكريم. معانا كمان الاستاذه الاعلاميه ميرفت ورشانه والاستاذه الاعلاميه ريهام سويلم والاستاذه الاعلاميه مروه الشرقاوي. طبعا بقى معانا كم كبير جدا من نجوم الاعلام. ان شاء الله يعني هيكون في تكريم مميز ليهم النهارده كمان هيكون معانا بعد لحظات فقره جميله جدا وهيكون فيها الفنان سامح يسري. سامح يسري طبعا يعني لاعب كره وفنان متميز وبيبقى حريص جدا على انه يلبي اي احتفاليه في بورسعيد. نروح بقى لكلمه الدكتور علاء حامد نائب رئيس مجلس اداره النادي المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي يعني أن أعرب عن سعادتي لوجودي الآن وسط هذه الكوكبة من نجوم الرياضة في بورسعيد ورؤساء الأندية ورموز المجتمع البورسعيدي وقيادات بورسعيد الحبيب. طبعا سعادتي لأن كل واحد من اللي موجودين النهاردة كتب سطر في تاريخ النادي المصري العظيم، النادي اللي أنشئ وسط كوكبة كبيرة جدا من الأندية الأجنبية أيام الاحتلال الإنجليزي، ولذلك ارتبط اسمه بالنضال والكفاح ضد الاحتلال، وده سر الحماس الشديد لجمهور بورسعيد للنادي المصري. اسمحوا لي أيضا أن أرحب بكل ضيوف بورسعيد الأعزاء الإعلاميين المحترمين وعلى رأسهم الأستاذ طارق رضوان، وده دور الإعلام الحقيقي اللي هو بيحاول إنه يقرب الفجوة بين الأندية وبين الجماهير، واللي بيقوم بدوره فعلا الوطني اللي رفعت شأن مصر. أود أن أوجه طبعا كل التحية والتقدير باسم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية الذي يبذل كل الجهد والوقت والعرق والمال لرفعة اسم النادي المصري حاليا. أوجه الشكر للأستاذ عبده العالمية على تنظيم هذه الاحتفالية الرائعة بمناسبة مرور 100 عام هجري على إنشاء النادي المصري، وإن شاء الله بإذن الله سيكون هناك احتفالية كبيرة جدا في المئوية الميلادية بإذن الله بمشاركة جميع الإخوة اللي موجودين. اسمحوا لي أن أوجه كل التحية والتقدير لرمز كبير من رموز النادي المصري البورسعيدي اللي بتشرف إن أنا موجود بجواره الآن، كابتن مدحت فقوسه. أوجه أيضا كل التحية للغائب الحاضر المرحوم الحاج سيد متولي الرئيس الأسطوري للنادي المصري اللي ضرب كل المثل بحب النادي المصري، وأدعو الله أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن نسير جميعا على دربه في حب النادي المصري. أشكركم جميعا على الحضور، وأشكر من استضاف هذا الحفل الكبير الأستاذ محمد جبر، ودي عادته دائما بمساندة النادي المصري. كل التحية والتقدير لنجوم بورسعيد ونجوم النادي المصري والإعلاميين المحترمين وكل الضيوف الكرام. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا عايز احيي القناه الرابعه وشخصيا الاستاذ عادل المسلح. القناه الرابعه طبعا دايما بنستمتع بيها من زمان والله يعني، وانا مش قادر انسى اول ما ابتدينا نتفرج على برامج رياضيه بمساحات كبيره شويه كان في الرابعه والخامسه، يعني كان القناه الرابعه صفاره الحكم والسهره الرياضيه، والقناه الخامسه كمان معانا الكابتن احمد وائل كان بيمتعنا ولا زال طبعا بمختارات رياضيه والسهره الرياضيه هو والكابتن عاصم زغلول، فتحيه ليهم وتحيه تواجدهم في كافه الاحداث. هنروح بقى لجنه الشباب والرياضه في مجلس الشعب، والحقيقه انا كان ليا الحظ الشهر اللي فات لجنه الشباب والرياضه عملت الحقيقه اكثر من جلسه في تحقيق مهم جدا عشان موضوع الفرص وتجاوزاته احيانا، وازاي ممكن يكون للمشجعين دور او روابط المشجعين ازاي ترجع
مرة تانية يكون ليها دور رابط المشجعين عادية اللي كانت موجودة من محامين من دكاترة من مهندسين، وكانت موجودة في فترة الستينات والسبعينات وكانت عاملة دور كبير جدا. فالحقيقة التقيت بكل أعضاء اللجنة، يعني اتعمل جلستين، وأسعدني الحظ بالتعرف بكل أعضاء لجنة الشباب والرياضة. النهارده معانا دكتور محمد لجنة الشباب والرياضة في البرلمان المصري، هنسمع كلمته. طبعا الاحتفال دوت نموذج محترم بيدل على اصاله وكرم وضيافه واستقبال الشعب بورسعيد لاي ضيف من ابناء مصر على ارض بورسعيد. ممكن كابتن سمير تفاهنا عرفني لسه من شويه على مجموعه محترمه من كباتن مصر، سواء من اسكندريه من نادي الاتحاد او الاسماعيليه او نادي الزمالك، وشفت مدى المحبه اللي بتربط قدامى لاعبي النادي المصري بقدامى لاعبي مصر. هي دي ميزه بورسعيد، هو ده اللغز اللي الناس في مصر مش فاهماه. اللي بيجي بورسعيد بيشوف طبيعه شعب بورسعيد، اللي عايز ينظم اقتصادي برضه ماتشات في مصر بجماهير، يجي يتفرج على جماهير بورسعيد وبيتفرج في ملعب الهوج هنا بورسعيد على ماتشات النادي المصري الدوري اللي فات. 10,000 شاب منظم، شاب بيعبر عن مدى احترام الشعب البورسعيدي ومدى تقدير الشعب البورسعيدي لكرة القدم. ازاي ما فيش اي مخالفه ولا اي مشكله بتحصل في وجود 10,000 واحد. يعني هذا التجمع يدل على اصاله الشعب البورسعيدي، على تواصل محترم بين الاجيال، سواء الاجيال القديمه اللي يعني سطرت افضل يعني خطوط في تاريخ النادي المصري، او الاجيال الحاليه او المدربين اللي بيشرفوا الى الان بورسعيد بتخريج لاعبين محترمين، يعني سواء موجودين في بورسعيد او بيروحوا يعني تتهافت عليهم الانديه. اعتقد ان نادي بورسعيد ولسه يمكن بنتكلم يعني اعطينا مهله 3 شهور لعوده الجماهير على الجهات المعنيه عشان عوده الجماهير بشروط الامن. انا بدعوهم ان هم يحضروا مع جماهير بورسعيد هنا، يتفرجوا الناس هنا ازاي بتنظم والناس هنا ازاي بتشجع بدون لفظ خارج، بيتفرجوا على شاشات، ممنوعين من مشاهده المباريات في الملاعب، لكن المنظومه اللي بتحصل هنا اعتقد انها ممكن تطبق على مستوى مصر. يمكن اشترطنا ان يكون هناك ضوابط امنيه، اشترطنا ان يكون هناك امن لكل جهات المنظومه الرياضيه، سواء اللاعبين او الجماهير او الامن نفسه.